لخوض انتخابات الرئاسة ارتفع بأكثر من 4 ملايين شخص عن عدد الناخبين الذين سجلوا لخوض انتخابات البرلمان في مراحلها الثلاث. بمعادلة رقمية معززة بالدلائل يقول ناشطون مصريون إن شيئا ما غامضا حدث في الانتخابات الرئاسية، نتيجته زيادة في عدد الناخبين بلغت قرابة 5 ملايين صوت. عاد هؤلاء الناشطون إلى قاعدة بيانات من كان لهم الحق في التصويت في انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، كما جاءت على لسان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبدأوا بجمعها. المرحلة الأولى تضمنت 13,614,525 ناخبا يحق لهم التصويت. نتائج المحافظات موضوع المرحلة الأولى للشعب 2011-2012: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر. إجمالي عدد الناخبين في كل هذه المحافظات 13,614,525. المرحلة الثانية كان عددها 18,831,129 ناخبا. أصل إجمالي الناخبين 18,831,129. وفي المرحلة الثالثة أعلنت لجنة الانتخابات أن 14,039,300 شخص كانوا على قاعدة البيانات. أصل إجمالي الناخبين 14,039,300 من واقع قاعدة بيانات الناخبين. غموض ما حدث في انتخابات الرئاسة المصرية تجلى لهؤلاء الناشطين بعد أن جمعوا كل تلك الأرقام التي أوضحت أن عدد كل من يحق له التصويت في مصر 46,484,954. تناقض هذا الرقم بعد أشهر قليلة من عدد الناخبين المصريين المسجلين للتصويت في انتخابات الرئاسة الذي بلغ 50,996,746، ما يعني ارتفاع عدد المسجلين بنحو 4,511,792 صوتا. وقد ثبت للجنة بعد اعتمادها للنتائج التي أسفر عنها الاقتراع أن عدد الناخبين 50,996,746 ناخبا. بعد مواجهة لجنة الانتخابات حول زيادة هذا الرقم، قالت إن عدد المشاركين في انتخابات البرلمان كان بدأ ب50,000,001، وأن العدد مثار الخلاف كان عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في التصويت على الإعلان الدستوري في مارس العام 2011. الانتخابات البرلمانية التي تمت في شهر فبراير 11 الماضي كان عدد الناخبين 41 مليون، وبعد 6 شهور عدد الناخبين 51 مليون، يعني 10 مليون جزء ازاي في الفترة دي؟ هذه التصريحات خلقت غموضا جديدا بعد أن أقرت اللجنة أن عدد من كان لهم الحق في التصويت في استفتاء مارس عام 2011 بلغ 41 مليونا، ما يتناقض مع زيادة قرابة 10 ملايين ناخب في 14 شهرا. أنا لا تسألني قاعدة بيانات يرجع فيها للبيانات اللي موجودة. هذا الكلام معلش يا أستاذة، هذا الكلام غير صحيح. قاعدة بيانات الناخبين بدأت ب50 مليون واحد من 10 تقريبا. 41 مليون ده الرقم بتاع الاستفتاء، مش الرقم الخاص بالانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية في 2011 50 مليون وواحد من 10. عمار الهندي، العربية. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو المستشار أشرف البارودي. سيد أشرف، مثل ما استمعنا في التقرير، فرق حوالي 4 ملايين بين عدد المسجلين في الانتخابات الرئاسية وبين عدد المسجلين يعني في دورتها الأولى، وبين عدد المسجلين في الانتخابات البرلمانية بدوراتها الثلاث. كيف نفسر هذا الفرق الشاسع؟ والله أنا هقول لحضرتك، هو مبدئيا لا يوجد تفسير ولكن يوجد شكوك، هقولها فورا وبسرعة. اولا انه في فرق من 41 ل 50 ما بين الاستفتاء والانتخابات البرلمانيه، دول هم اللي بيقولوا ادي 9 مليون. كويس. طيب، وبعدين معانا لما نجيب ورا شويه ان سياده المستشار عبد المعز قال
لا دول 45 مليون في الانتخابات الرئاسيه. وبعدين طلع سياده المستشار حاتم بجات وقال لا ده سياده المستشار عبد المعز غلط، دول هم مش 45 دول 50. طيب خليني اشخص لحضرتك حاله عامه سريعه. مش عم تكمل على 10,000 و5,000 ملايين. طبعا يا فندم. طب خليني اشخص لحضرتك كده ايه حاله سريعه كده لها معالم سريعه. في يعني واحد، هناك عدم ثقه في كل شيء وهناك شك في كل شيء بما فيها اللجنه الرئاسيه التي حولها القانون الى لجنه الهيه لا ياتيها الباطل من بين ايديها وما من خلفها. كويس. ثانيا انه كل الطعون التي تتعلق بمدى قانونيه ادائها في الاساس وبمدى شرعيه قبولها لاحد المرشحين في الاساس وباشياء كثيره جدا، كل ده طرح على جنب ورفضته فورا باعتبارها لجنه الهيه، وقالت لا والله ده احنا لقينا ايه غلط في الحساب، ده جمع غلط وده جمع صح وانا برفض كل الطعون وهو كده وخلصنا على كده. هذه الثانيه. الثالثه ان هذه اللجنه ذات السلطات الالهيه اللي هي اقوى من المحكمه الدستوريه العليا واقوى من المحكمه الاداريه العليا وكمان يعني كارثه، ومع ذلك هي لجنه عمياء عامله زي شمشون الاعمى. ليه؟ باعتراف المستشار حاتم بجات ذاته ان هذه اللجنه ليس لديها اي ادوات تنفيذيه على الارض، هي لا ترى الاموال التي انفقت على الانتخابات. وانا عايز اقول لحضرتك ان هناك اموال انفقت، الاثنين اللي دخلوا الاعاده انفقوا اموال انتخابيه لا